أي عربي هو يتشرف بتونس، لأن تونس صاحبة أقدم حضارة يعني على وجه الأرض، اللي هي حضارة قفصة، اللي هي 7000 قبل الميلاد. معناه عمرها أطول من الحضارة الفرعونية والسومرية. والعراقي لما يقول أنا حضارتي عميقة وكبيرة، قل له شكون ابناء بغداد؟ راح يصفن هو، قل له ابنتها أروى القيروانية زوجة أبو جعفر المنصور خليفة العباسي، واشترطت عليه أن تبني لي مدينة فيها رائحة اليمن ورائحة أفريقيا ورائحة العراق ورائحة دجلة والفرات، فبنى لها بغداد إلى أروى القيروانية. وكان متزوجها على الصداق القيرواني اللي هي العصمة بديها، هي تؤمر بالطلاق ولا لا؟ لو المصري من يقول لك احنا فراعنه واحنا قول له من بنى القاهره؟ بناها المعز لدين الله الفاطمي، تسمى قاهره المعز هي، والمعز لدينها الفاطمي كان في يعني الدوله الفاطميه في المهديه، ومن عندها خرجوا الى مصر وبنوا القاهره. فتونس صاحبه حضاره كبيره وفضل كبير على العالم وليس على الامه العربيه. وتونس هي رمز الوفاء، رمز العطاء، رمز الابداع ايضا، وكانت تسمى افريقيه. حتى لما بدأت الفتوحات الإسلامية أول ما فكروا بالفتوحات إفريقية، لأن أنت إذا أفريقية يعني صارت مع الإسلام، معناه أنت أفريقيا الكل ستدخل الإسلام، لأن هي التاج